هكذا هم الكرد، سلالة القوة المرعبة، وقوم أولو بأس شديد. الكاتب الدكتور سوزدار ميدي يقول: المثل الكردي: الشجرة تقف على أصلها جذرها. وهذا ما يؤكده بطلات وأبطال الكرد في ميادين القتال. إنهم يتصدون بشجاعة لأكثر الغزاة تخلفاً وتوحشاً ودموية، ويقفون بصلابة على جذورهم العميقة في التاريخ وعلى تراثهم الغني بالبطولات والفداء. وما أقوله ليس مبالغة، بل حقيقة ذكرها الأعداء والأصدقاء. فمنذ 4000 عام سمى الملك الأكادي نارمسين أسلافنا في جبال جنوبي كردستان أمان ماندا، أي القوة المرعبة. وبهذا الوصف أمان ماندا عرف أسلافنا الميديون في مدونات ملوك بابل وأشور الذين كانوا يغزون كردستان. المراجع رينيه لابات وآخرون، سلسلة الأساطير السورية، الصفحة 365. هديب غزالة، الدولة البابلية الحديثة، الصفحة 63. دياكونوف، ميديا، الصفحة 53 83 225. ومنذ 1400 عام ذكر صحابي الشهير أبو هريرة أن الكرد هم القوم الذين وصفهم الله بأنهم أولو بأس شديد في الآية: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. سورة الفتح الآية 16. قال ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله أولي بأس شديد، قال: هم البارز الجبليون، يعني الأكراد. المرجع ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم، الجزء 10، الصفحة 3300. وذكر ذلك بعض المفسرين أيضاً. تفسير ابن كثير، الجزء 4، الصفحة 190، وتفسير الدر المنثور، الجزء 26، الصفحة 519 للسيوطي، وتفسير فتح القدير، الجزء 5، الصفحة 69 للشوكاني، وتفسير روح المعاني، الجزء 25، الصفحة 102 103 للآلوسي. ومنذ حوالي 600 عام قال العالم المؤرخ الشهير ابن حجر العسقلاني: الكردي منسوب إلى الكرد، ناس موصوفون بالشجاعة. المرجع ابن حجر العسقلاني، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، الجزء 3، الصفحة 1213. ومنذ حوالي قرن ونصف قال العالم شهاب الدين الآلوسي صاحب كتاب تفسير روح المعاني للقرآن: وبالجملة الأكراد مشهور بالبأس. الآلوسي، روح المعاني، الجزء 26، الصفحة 103. وفي العصر الحديث قال الباحث الأرمني أبو فيان: نستطيع أن نطلق على الكرد لقب فرسان الشرق، بكل ما في هذه الكلمة من مدلول، فيما لو عاشوا حياة أكثر تحضراً. باسيلي نيكيتين، الكرد، الصفحة 149. وقال الباحث الروسي باسيلي نيكيتين بشأن اسم الكرد كاردو: وهي تعني قومي بطل، وتعني كاردوا يصبح بطلاً. المرجع السابق، هامش 3، الصفحة 45. وقال نيكيتين يصف الكردي: وهو مقاتل باسل مستعد للتضحية بحياته في سبيل المجموع، كما أنه فخور بأصله ونسبه وماضيه الحافل بالكفاح. إنه فارس مقدام يهتم بملابسه الزاهية وشغوف بسلاحه. المرجع السابق،
الصفحة 26. وفي أوائل القرن العشرين كان الباحث الأرمني أرشاك سافراستيان ضيفاً على مسطو أحمد آغا، أحد زعماء اتحاد العشائر الكردية في منطقة بوتان، وحضر معه معركة قبلية كردية. فكان مسطو آغا يقول لأرشاك: تأمل هؤلاء الفرسان المندفعين، إنهم لا يعرفون الخوف والقهر. تأمل اندفاعهم السريع الذي لا يقاوم، وهم يصعدون الجبال بعون من الله. وبرجال كهؤلاء نستطيع أن نجابه العالم، وما من أمة تستطيع مقاومتنا لوقت طويل. أرشاك سافراستيان، كتاب الكرد وكردستان، ترجمة أحمد خليل، الصفحة 11. أجل، إن بطلاتنا وأبطالنا في الشرق والغرب والشمال والجنوب هم سلالة أمان ماندا، القوة المرعبة العريقة، وأحفاد أصلاع وأوفياء لقوم أولي باس شديد. بهم نستطيع أن نجابه كل المحتلين والغزاة الظلاميين، وما من محتل وغاز يستطيع أن يواجهنا لوقت طويل. لكن شريطة أن تكون لنا قيادة موحدة مخلصة، ويكون لنا مشروع كردستاني تحريري شامل، ومهما يكن فلا بد من تحرير كردستان. كتابة هذا المقال في تاريخ 22 أكتوبر 2014. إعداد السردار رامان. آماده کاری سردار رامان.